خلوهم يتأكدوا. والله العظيم لو تعرفوا وانتوا معانا وانتوا شايفين ان احنا من اول ما اللي حصل ده لحد الان، واحنا ما طلعناش سلام. احنا من اول اللي حصل من سنة 24 لحد يعني احنا 26 اهو شوفوا اللي حصل لنا واللي بيحصل لنا من كل ناحية. الناس بتوقع من كل ناحية. والله العظيم انا واخدة الصدمة، وحياة ربنا انا واخدة الصدمة. مش عارفة انا مش مصدقة لحد دلوقتي. انا كنت بطلع بس معاكم يا ولاد، لحد دلوقتي مفيش اي حد يعرف. كنت بطلع بس معاكم يا ولاد، وكنت متوقعة ان ابني كل شوية يرن عليا والقضية يقول لي القضية اتبرأت يابا. كل شوية يقول يا رب يا رب يا رب. كل دقيقة مرت عليا النهاردة كانت أصعب دقيقة في حياتي. قلبنا مقبوض من الصبح، من ساعة ما صحينا واحنا قلبنا مقبوض وبنطمن نفسنا، وفتحنا بس معاكم علشان نطمن وتطمنونا وعشان نصبر شوية. لكن الحمد لله كل ما ينسبنا إلا وقد كتبه الله لنا. نصيبه مكتوب وده نصيبنا، والحمد لله على كل حال، ورضينا بقضاء الله وقدره. قلت ما كانوش كلوا النهار، هم اعمل لهم اي حاجه ياكلوها. يا دوبك طلعت الكبده والقرمه يا ماما. ان شاء الله الامل مقبول يا حاج، الامل مقبول. انا مش مصدقه ان انا ممكن في استئناف وهيكون خير. كفايه في استئناف، كفايه القلق اللي انا عايش فيه، كفايه القلق اللي عايش فيه. بدينا العب يوم مش عارفين احنا هنقعد ازاي ولا هنعيش ازاي بعد الخبر اللي سمعناه ده. والله العظيم ما عدنا عارفين احنا هنعيش ازاي من الخبر اللي سمعناه ده. هنعيش ازاي وهنتأقلم ازاي وهنشتغل نشوف شغلنا ازاي. ما عادش في حاجة من ده خالص. الواحد حتى كان يعني احنا كنا ما دناش الاكل من الصبح والله العظيم. واحمد كان بيقول لماما فادية انا جعان ماشي. كان في المنصورة وبيقول لماما فادية اطبخوا عبال ما اجي ان شاء الله. هانت اهي ماما فادية طلعت كبدة وعملت كبدة جاي مش في نفسي حتى الحاجة. وماما فادية جاي هو قال لي في التليفون، يعني هو قال لي الخبر في التليفون. قال لي الخبر في التليفون. بس العظيم انا واخده الصدمه، انا مش مصدقه لحد دلوقتي. والله العظيم اقسم بالله بقول ان شاء الله انا حاسه ان انا في حلم. والله انا بقول انا حاسه ان انا في حلم، بس انا مش متاكده. لعله خير، لعله خير يا حاج. انا مش مصدقه والله. انا كان عندي امل انهم هيطلعوا برا ان شاء الله والعربيه ترجع لاصحابها وعربيه تدي ترجع. والطيقر في حاجة متوقعة. ده المحامي يوم قال لي أجري أقول له لا، وأحمد يقول له لا، على أساس إن إحنا هنخلص. صاحبنا سنة ونص تعب.